لك ان تتخيل عزيزي الزملكاوي انت والاهلاوي اللي قاعد بيتفرج عليا ان في اهلاوي بالطريقه دي وبالكلام ده وفي الاخر يطلع الاسم ده. اقسم بالله العظيم انا فكرته في الاول بيتريق عليا. مساء الخير، وانا جاي لكم النهارده في فيديو ان شاء الله هيبقى ترند مصر الاول. انا شغال في مكان كله سوق ومحلات، جنب مني محل مقفول، اللي يفرق ما بينه وما بين المحل اللي انا شغال فيه حيطه بس. فجيت ابص الصبح لقيت في شاب بيفتح المحل ويبدا يبص فيه ويبدا يعاين كده. فانا طبعا بذكاء كده فهمت ان ده اخذ المحل. فلقيته جاي يقول لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لي انا ان شاء الله هبقى جارك هنا، وانا اخدت المحل دوت وهفتحه ان شاء الله كذا كذا، يعني الله يسهل له، وعايزين نبقى جيران مع بعضينا كده كويسين وتمام وكلام لطيف. وانا رحبت بيه وتمام التمام وزي الفل. بس انا لقيت من شكله ان هو ابن سوق ودمه خفيف، فقلت اما هق معاه. فبقول له انت عارف فروض الولاء والطاعه هنا ايه؟ قال لي فروض الولاء والطاعه. قلت له مش المفروض قبل ما تاخد المحل تسال الاول جيرانك هيبقوا مين، واحنا نسال جيراننا هيبقوا مين وميولهم ايه؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قال لا 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 لا، ده انا اهلاوي متعصب، انا اهلاوي حمى. فقمت على طول نكش وداخل معاه في الكوره. جيت ابص لقيته فعلا اهلاوي حمى، ومن الاهلاويه الفاهمين، الاهلاويه الرخمين اللي بيعرفوا يتكلموا في الكوره مش بيب بيب. هيبدا بقى يكلح معايا بكلاحه الاهلاويه اللي بيفهموا كوره، فاهمين؟ وفجاه كده جيت ابص لقيت العيال كلها اللي في المحلات اللي شغاله اتلموا علينا وبداوا يهرشوا الحوار، وعرفوا ان الراجل الجديد ده اهلاوي وانا طبعا زملكاوي. قالوا لي يا عصمت طول عمرك هتفضل يتيم لوحدك كده يا ابني، محدش هيسندك، انت مفكر ان الجديد ده زملكاوي؟ لا يا معلم، كلنا اهلاويه في بعضينا وانت عارف اللي بيحصل لك. قلت لهم لا يا باشا، انا ولا يهمني تجيبوا واحد جديد تجيبوا 10، انا اقوم بيكم. المهم خلص الحوار ما بيننا، وكل شاب من دول رجع محله تاني، وانا دخلت محلي وسيبناه يشتغل ويخلص شويه كده. وقام قافل المحل ولقيته جاي لي بيقول لي انا كده كتبت كل الحاجه اللي ناقصاني، وان شاء الله ابتداء من بكره هبدا اوظف في المحل. قلت له يا عم ربنا يكرمك ويحسن لك سوقه ويجعل رزقه احسن منه. فقال لي طب ممكن تديني رقم تليفونك بقى، احنا طبعا جيران مع بعضينا بقى، يبقى في تواصل ما بيننا، في اي حاجه حصلت احتجت لي احتجتك، يعني اللي هو تواصل ما بين الجيران. قلت له ماشي يا معلم. فاديته رقم تليفوني، قال لي اكتبه قلت له اكتبه محمد عصمت. فقام هو رن عليا. قلت له تمام يا معلم، هو اخرك 42 هأيده عندي، اسمك ايه؟ قام قايل لي اسمه. قلت له يا عم ما تهزرش اسمك ايه بجد؟ قال لي والله اسمي كذا كذا. يا عم ما تحركش، اسمك ايه؟ قال لي اسمي كذا كذا. قلت له انا الاسود، تعالوا يا اهلاويه، تعالوا يا اهلاويه الجديد اللي انتوا بتتحموا فيه، تعالوا تخيلوا يا جدعان اسمه ايه. قمت قايل لهم الاسم. بص له كده الاهلاويه، قالوا لا يا معلم انت باسمك ده ما ينفعش تاكل عيش وسطينا. تتخيلوا بقى يا زملكاويه او تتوقعوا اسمه ايه؟ انا هسيبكم تتوقعوا اسمه وتقولوه لي في الكومنتات، واللي هيقول اسمه صح انا هقول اسمه في الفيديو اللي جاي، هقول فلان الفلاني قال اسمه كذا كذا وطلع صح. فانا مستنيكم ومستني الكومنتات بتاعتكم، وانتظروا فيديو اسطوري المفاجاه. لك ان تتخيل عزيزي الزملكاوي انت والاهلاوي اللي قاعد بيتفرج عليا ان في اهلاوي بالطريقه دي وبالكلام ده وفي الاخر يطلع الاسم ده. اقسم بالله العظيم انا فكرته في الاول بيتريق عليا. قلت له يا عم الحاج ما تتريقش. قال لي اقسم بالله اسمي كذا كذا بالراحه كده. قلت له طب طلع البطاقه. شفت البطاقه اتاكدت. يا جدعان اللي بيحصل ده اقسم بالله فيلم كوميدي. فانا مستنيك يا معلم تشترك في القناه وتفعل الجرس وتستناني، لان الفيديو اللي جاي لما اقول لك اسمه هتموت على نفسك من الضحك، وان شاء الله الفيديو ده هيبقى ترند. وهو قال لي ما تندهليش باسمي، انا ليا اسم شهره، يبقى اندهلي بيه عشان اسمي بستعر منه. فاشوفكم بخير واستنوني في الفيديو اللي جاي، وانا مستني كومنتاتكم، وعايز اعرف مين الزملكاوي الجامد اللي هيتوقع اسمه. سلام عليكم.